بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد استكمالا لموضوع القلش عند الحمام وشعور القلش وكيفية التعامل معها. ده الفيديو الثاني. اتكلمنا قبل كده في الفيديو الأول عن خلطة الزيوت الطبيعية اللي هي ترفع مناعة الحمام وتدي الحمام كل المكملات اللي بيحتاجها للتأهل لتغير الريش وتغيير دورة دموية جديدة. طيب الحاجة التانية برضو موضوع فيديو النهاردة هي ايه؟ هقول لك اهم حاجة تكون مهتم بيها في فترات القلش هي النظافة. ويا ريت لو عامل ارضيات للحمام زي اللي حضراتكم شايفينها دي. ده يا جماعة ارضيات عازل بين الارض اللفت وبين الحمام رجل الحمام. الارضيات ده يا جماعة بتعمل عزل للامراض. اعتبر انت بتبني جيش لحمامك ان هو يحميه من الامراض. لا هتقابل لا كوكسيديا ولا سالمونيلا ولا باراتيفود ولا كلام من ده زي اللي حضراتكم شايفينها دي ارضيات تقدر تعملها خشب مفيش مشكله. تقدر تجيب البلاستيك الجاهزه مفيش مشكله. والنظافه دي اصلا بتوفر لك جهد مبذول في موضوع تكرار نظافه للحمام. دي مهمة جدا 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 للحمام على مدار السنة مش في القلش وبس. القلش ليه بقى؟ لأن الأرضيات ديت الحمام بينزل ريش كتير في فصل الصيف فهي بتجمعه تحتيها. بتنظف انت مثلا كل فترة الحمام بيكون تحتيه نظيف. دي برضو حاجة مهمة جدا. حاجة برضو في غاية الأهمية وهي الاستحمام للحمام أقل حاجة أسبوعين في فصل الصيف. ويا ريت لو الحمام قالش ما تمسكوش أنت بقى وتقعد تغطسه في المية زي ما الناس وتبهدل ريشه لأن في ريش بيبقى بدمه. فيعني رجاء ما تبلاش تمسك الفرد الحمام. الناس اللي تقعد تقول لك امسك فرد الحمام وغطسه ما بيبقاش في فترة القلش. اعمل اللي انت عايزه بس ما عدا فترات القلش عند الحمام. فيا ريت تحط الحمام وعاء واسع اللي يستحمى فيه بمزاجه. هو اصلا عنده الغريزة ان هو ينزل يستحمى. حطت له المية قدامه يوم هيستحمى هتيجي تبص تلاقي هو مستحمى من نفسه. الاستحمام ده استخدم معاه ايه؟ في حاجات كتير جدا في السوق ممتازة جدا. بس انا يعني كوقاية طالما حمام مفيش فيه فاش ولا حشرات بقى هقول لك حط الخل والملح. حط ملح عادي وحط خل ابيض مع خل تفاح. التركيبة دي ممتازة جدا يا جماعة. والاهم في موضوع الاستحمام هي الاستمرارية في الاستحمام. ما تجيش مثلا تحمل الحمام بشامبو عالمي وغالي بس كل فترة مرة. لا انا عايزك تستمر مرتين في الاسبوع وتستخدم الخل والملح مفيش مشكله. في بدائل افضل من الخل والملح. في بدائل ممتازه زي الافريمكتين مع البتادين ابطال كتير شغالين بيها زي الاوكسوميسرين. يعني كتير حاجات كتير جدا. البوتكس بس تخلي بالك في بوتكس امن وفي بوتكس تركيزه اعلى ممكن حمام يحصل له حالات من التسمم. وكان في مشترك فاضل في القناة كلمنا قبل كده قريب وعرض الحمام لبروتكس. الحمام عنده حصل تسمم اشتغلنا معاه بعقل ان شاء الله والحمام شوفه. يعني الفقر كان عنده ضئيل جدا. طيب الاستحمام مهم جدا فترات الصيف عامة خاصة برضو في القلش مهم جدا. خلي بالكم الكلام ده. حاجة برضو مهمة ويعني بيحتم عليك ان انت لازم تستخدمها في الموضوع ده في فترات القلش هي مضادات السموم. مضادات السموم دايما يا جماعة اهتم بمضادات السموم للحمام في فترة القلش لان ده اخطر فترة ممكن فرد الحمام يصاب فيها بالسموم. لان تغير الريش وفترة يعني دورة دموية جديدة حمام بيكون في جسمه سموم. الفترة دي تغير الريش بيطلع السموم من جسم الطير. فانت بقى تساعده بمضادات السموم. ويا ريت بقى لو انت تقوم شغال مثلا مستخدم غسول كلى ومنشط كبد ومضاد سموم في نفس الوقت. موجود انواع بيطرية كتير جدا في الصيدليات الكبيرة. الحاجات دي يعتبر لما الحاجات دي كلها في نوع مصري ممتاز جدا برضو اتكلمنا عنه قبل كده. يعني كل الانواع عشان ما نلبخش الناس لان ساعات بنعرض اسم منتج واحد يقول لي ده البلد دي ما فيش فيها بلدي ما فيش فيها اضطر اقول له البديل. فانا بسيبها لكم مفتوحه مضاد سموم بيطري مستورد. طيب في مصر كويس هقول لك نوع اللي انت شايفه ده دلوقتي ده اسمه رانكس.
الرانكس ده بيشتغل غسول كلوي ومنشط كبد ومضاد سموم، غسول كلوي ومنشط كبد ومضاد سموم. الرانكس ممتاز جدا، ويعني مجموعة من الفيتامينات اللي بيفيد الحمام واللي بيحمي الحمام من السموم. الرانكس موجود في اي صيدلية بيطرية. كل دي يعني خطوات بتتطلب منك ان انت تعملها في فصل الصيف عشان حمامك يعدي القلش والصيف بصحة كويسة، وتؤهله ان هو سواء هيخش سباق او هيخش تفريخ، انت كده في الامان. كل دي حاجات مهمة، واللي اهم منها ان زي ما قلت وبأكد في الفيديو التاني، تغير المية وتغير المسقة. يعني تغسل المسقة كويسة وتغيرها المية يوميا للحمام. حاجة برضو مهمة جدا هي الكلفة. لو انت بتأكل عدس وفول في الكلفة الغيهم، حط مكانهم ايه بقى؟ حط مكانهم مجموعة بذور زي البلكم، الفلارس، اي بذور، بذر فجل، خس، لفت، جرجير، اي بذور عندك هتحطها. اللب، القرطم، قطر القرطم، الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، لان بتدي الحمام زيوت، بتدي الحمام يعني غذاء. وبرضو اللي بأكد على حضراتكم فيه هي التهوية الجيدة في فصل الصيف، خاصة في فصل القلش. يعني التهوية تكون كويسة زي ما حضراتكم شايفين، أكتر من منفذ. يعني عشان المكان لو زحمة في حمام، لو عندك مثلا حتة 3 في 3 حاطط لي فيها مثلا 100 فردة حمام، غلط. هتلاقي بقى عندك المجرو لازمة، تلاقي عندك دمعة العين، تلاقي عندك المشاكل والأمراض كتير. أما الحمام لما بيكون قليل، عدد قليل في مكان واسع، تهوية كويسة، الحمام بياخد وضعه، مبقاش فيه أي أمراض، مش أي مشاكل. الحمام الوضع النفسي بتاعه بيختلف، حتى ساعة الاستحمام تلاقي الوضع النفسي بتاع الطير بيختلف. دي يا جماعة فيديو عشان بس نلبخش الناس. هنقول لحضراتكم ان شاء الله الخطوات واحدة واحدة في فيديو قادم، وتكملة لموضوع القلش ومفاجآت ان شاء الله بتسمعوها بفضل الله عن طريقنا، يمكن لأول مرة. لو اول مره بتسمعونا ومش مشاركين في القناه، اشتركوا وتشرفونا. ولو عجب الفيديو لايك وريت مشاركه عشان غيرك استفاد، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.